لنعلمه قيمة المال والمحافظة عليه من خلال تحديد مبلغ شهري كمصروف. خلي عندكم سلم رواتب، الصف الأول والثاني والثالث لهم في الشهر كذا، رابع وخامس وسادس لهم كذا، أولى كذا، ثانية كذا، ثالثة كذا، متوسط، وهكذا. أول مرة طبقت هذا النظام كان الكبير في سنة رابعة والصغير في سنة ثالثة. بعد 5 أيام من استلام مرتب الكبير جات أمه تقول لي ترى أنس ما عنده فلوس. قلت فين فلوسه؟ قال روح صرفها. قلت خلاص دبريه. قال كيف أدبره؟ قلت شغليه. قال يا سلام، لي أنا مكتب عمل؟ قلت أقول لك شغليه. طب ايش اشغله؟ قلت خلي كل يوم ارمي لك كيس القمامة آخر النهار وودي له ريال ولا ريالين. سمعت الكلام، صار كل يوم آخر النهار تعبي له القمامة تجمعها في كيس، ينزل وعلى السلم ولا في الأسانسير يرميها ويرجع ياخذ الأجر اليومي. جينا الشهر اللي بعده أخذ مرتبه وأخذ أخوه مرتبه، فيقول له الصغير للكبير يقول له إيش رأيك يا أنس بكرة تجيب معك 20 ريال نشتري من عند الحجة سيارة كبيرة؟ قال له لا يا حبيبي، تبغى تشتري أنت اشتري. قال له بقى يجي 20 ريال. قال له أقول لك أنا الشهر اللي فات اشتغلت لكم زبال، ما أبغى أشتغل هذا الشهر زبال. اعطوا أولادكم، اعطوا بناتكم راتب شهري عشان يبدوا يتحملوا مسؤولية المال ويتعلموا كيف يخططوا ويتعلموا إيش يصرفوا وإيش يوفروا. أما كم تبغى اليوم؟ يوم 5 ويوم 10 ويوم 50 يوم. هذا النموذج من التربية يجعل أولادنا وبناتنا في معظم الأحيان لا يعرفون للمال قيمة. والله لو كنا جيل أو أمة تعرف للمال قيمة ما كانت مظاهر الإسراف في حياتنا بهذه الصورة. أخواتي الفاضلات الكريمات فيهم نماذج بالتأكيد موجودة، كم نسبتها ما أعرف، بس أنتم سامعيني الآن. أنا متيقن أنه في بعضكم ما ترضى تروح لفرحين بفستان واحد، وكل فستان يبغى له كم؟ اسأل مجرب. الأخوة مساكين أصحاب اللحى البيضاء مثلي يهزوا رؤوسهم، بس يا دكتور لا تضرب على الوتر خليها على الله بس. إيش ب5 وإيش ب6 وإيش ب7 وإيش ب10. طب إيش يعني لو شافوك الناس بالفستان نفسه مرة ولا مرتين ولا 3؟ من فين جبناها دي؟ في أي كتاب نزلت؟ وفي أي قاموس وجدت؟ هذه ببساطة شديدة لأننا لا نعرف للمال قيمة. كيف أعلم الطفل من نعومة الأظفار أن المال له قيمة؟ إني أحدد له الدخل.